السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة بقى ايه الجمعة كده، قلت اروق عليهم بقى واطبخ لهم كده طبخة حلوة كده. خصوصا ان احنا عندنا الجو في اسكندرية لسه الجو فيه سقوعية كده. تمام، قلت افكر اعمل ايه. الصراحة اليوم ده كنت صاحية فيه متأخر. تمام. كان ابني كان عنده درس، رحت وديته الدرس وكده وجيت نمت فصحيت متأخر، كنت صاحية على العصر يعني. فرحت قمت بقى اعمل الاكل على السريع كده، والله ما اخد مني وقت، وعملت لهم عصاير وهتشوفوا يعني ظبطتهم، مع اني كنت صاحيه متاخر وكده. بس قلت يوم الجمعه ايه ما ينفعش يعدي كده. حطيت بقى حله كده على النار، وطلعت كيس صلصه من الفريزر من اللي انا مفرزاه، وهطلع الخضار اللي انا مفرزاه، وكل حاجه هعملها من اللي انا مفرزاه، مفيش اسهل من كده. تمام. وهطلع اللحمه بتاعتي والصلصه والخضار من الفريزر، فهحط كله على بعضه. يعتبر الحاجه الوحيده اللي انا عملتها البصل اللي بشرته ده، لان في ناس بتفرز البصل بس مش للدرجه دي، انا مش بحب افرز البصل. اخري التوم، لكن البصل لا، بحس ان هو يعمل ريحه مش كويسه يعني. اذا كانت احنا اساسا في الطبيعي لما بنبشر البصل بنرش عليه ملح في ساعتها عشان ما يعملش ريحه مش حلوه. مهم بقى حطيت السمنه كده، ودي كانت لحمه عندي كنت شارياها من عند الجزار. رحت ايه، شوحت البصل كده في السمنة. تمام. ورحت نزلت عليه ايه باللحمة. اللي بيأذن ده الفجر، هيصلوا الفجر يعني. هو أذن خلاص، انا قلت اسجل لكم الصوت بعد الأذان ما خلص. خلاص انا كده زي ما قلت لكم حطيت السمنة، وحطيت كده دهن كده كانت موجودة في اللحمة مع السمنة عشان تدي ريحة حلوة قوي للخضار. الدهن اللي بيحطهولك او حتة اللية او ايا كان اللي الجزار بيديهالك مع اللحمة، ما ترميهاش، حطيها مع البصل ومع السمنة وبعد كده بقى شيليها يعني. بس بتدي طعم حلو قوي قوي للخضار، وكمان المحشي خلي بالكم. المهم هنشوح بقى اللحمة كده مع البصل، تشويحة بقى حلوة كده بحبة فلفل اسمر، وهنزل عليها بالميه المغليه. تمام. بعد ما تاخد صدمه كده وتنزل ميتها وتشربها تاني، هنزل بالميه المغليه، لان طبعا لو نزلت بالصلصه اللحمه مش هتكون استوت، وانا بحب اللحمه دايبه كده عشان ولادي يعرفوا ياكلوها. ما بحبش اللحمه تكون غير يعني تدوب في بقك. في ناس عارفه بتحب تاكل اللحمه عادي ما تكونش دايبه قوي، لكن انا ولادي مقرفين جدا في اكلهم، فلازم ان انا ايه اخلي اللحمه دايبه دوب. فطبعا بحط، وما بحبش اسلقها، لان لما بسلقها انا بحبها تبقى في الخضار، بحب التست بتاع اللحمه يبقى موجود في الخضار ذات نفسه. اسلقها بس لو هعمل فته او كده. بصوا هنا بقى عندي لوبيا كنت شارياها معاكم في المشتريات، قلت بقى ايه اسلقها كده عشان انا هعمل باميه ولوبيا. تمام. الباميه انا وكريم بنحبها، وادم ملوش في اللوبيا في الباميه خالص، فقلت اعمل له هو بقى وباباه ايه آه لوبيا يعني، عشان بابا برضو ايه بيحب اللوبيا وكده. فقلت اعمل لهم هما لوبيا، وانا يبقى فريقين يعني، فريق للباميه وفريق لللوبيا عشان ما حدش ياكل نوع واحد لوحده. بس كده تمام. هنا بقى ايه حطيت الميه المغليه زي ما انتم شايفين، وحطيت الباميه بتاعتي ايه تتسلق. يعتبر على فكره كده الخضار معايا خلص. ايوه خلص، هوريكم ازاي دلوقتي، مش هياخد معايا اي وقت. اللحمه عقبال بقى ما تستوي هكون هعمل الرز. وبعد كده طبعا عندي الصلصه جاهزه، وعندي الباميه متفرزه في الفريزر، واللوبيا هتتسلق هتنزل في الصلصه، مش هتاخد مننا اي وقت. تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ يا ترى هعمل الرز ولا هعمل العصير؟ هنعمل الرز الاول اكيد عشان بحب اخلص من الاكل الاول، هنشوف دلوقتي. وانا كنت بتكلم بقول ايه يا ولاد؟ هنا بقى جبت ايه حله، وحطيت بقى السمنه، وحطيت شعريه وحمرتها كده، وهنزل بقى ايه بالرز، وبعد كده برضو هنزل بالميه المغليه بتاعتي. وكتروا بقى الشعريه يعني، خلوا ايه مثلا بتعملوا كوبايتين رز حط عليهم كوبايتين شعريه، بجد الموضوع بيفرق جامد جدا. بصوا اللحمه هي بتستوي، اللوبيا حسيتها ليه لسه عايزه ميه، حطيت لها حبه ميه. اللوبيا لما بتتسلق اولا ما بتعملش انتفاخ، لان طبعا البقوليات بتعمل انتفاخ. ثانيا بتسرع معاكي في السوا بقى، ما تحبيش ما تقعدش تغلي في الصلصه كتير يعني. بصوا ايديا شغاله في كذا حاجه، لقيت اللوبيا عايزه ميه حطيت لها، اللحمه ببص عليها، بعمل الرز، ايديا ايه شغاله في كذا حاجه كده عشان نتغدى يعني بدري وكده شويه.
حطيت بقى ايه الرز بتاعي كده فوق الشعرية، وهنزل بحبة ملح، وخلاص على كده محطش غير ملح. الله اكبر يا رب. ما بحطش غير ملح، وانزل ايه بالمية المغلية. جربوا بقى تخلوا الشعرية كده قد الرز، يا سلام بقى، بجد بتكون حلوة قوي. خلاص كده شوحت الرز مع السمنة كويس قوي، والزيت لازم تحطي سمنة وزيت عشان الرز يطلع معاكي مفرفر. الزيت بس مش هيبقى ليه طعم، عشان انا خاصة ما بحطش شوربة على الرز، ما بحبش الرز بالشوربة ابدا. يعني انا بعرفه ناس كتير لازم تعمل الرز بالشوربة، لكن انا ما بحبوش ابدا، ما بحبش طعمه. بحس كده لا، ان هو دسم قوي فانا بحب اعمله بالسمنة الفلاحي وحبة زيت، بيبقى طعمه حلو قوي الصراحة. نزلت بقى بالميه المغليه بتاعتي، خلاص كده الرز خلص، وزي ما قلت لكم يعتبر الاكل خلص، وفعلا ما خدش معايا ساعه على بعض. ساعه ده السوا يعني، عشان السوا اللحمه طبعا والكده، لكن مش سوا عمايل خالص. هنا بقى قلت ايه اروق عليهم كده واعمل لهم عصير كمان. قلت بقى ارجعهم لايام رمضان كده، عملت لهم صوبيا. كان عندي لبن بودرة وصوبيا كده فاضلة، فرحت ايه عملت، حطيت 3 معالق لبن بودرة على 3 معالق صوبيا على لتر ميه. تمام. والسكر بقى حسب ايه ما انت عايزه. وجربي الصوبيا باللبن البودره، طعمها احلى بكتير من الصوبيا باللبن العادي. يعني اللبن بتاعنا العادي بجد طعمها بيفرق قوي. انا كل مره كنت بعملها بال باللبن يعني بتاعنا العادي، انما بعد كده الصراحه اللي من ساعه ما جربتها باللبن البودره وانا عجبتني قوي قوي، يعني طعمها احلى بكتير. بضربها بقى كده خلاص. تمام. وكده خلاص عملت العصير، والاكل بتاعي زي ما قلت لكم برضو على النار بيخلص الحمد لله. اللحمه خلاص كده استوت، هقسمها بقى على حلتين عشان اعمل ايه الصنفين الخضار اللي انا هعملهم، فالاتنين يبقوا فيهم لحمه، يعني بدل ما ياكلوا خضار كده فبحب اقسم اللحمه على ايه، على الاتنين، بدل هعمل صنفين خضار. هنا بقى طلعت الباميه على طول، عشان الباميه تطلع معاكي حلوه طلعيها من الفريزر على الحله على طول. من الفريزر نزليها في الحله وشوحيها بقى. جربي التشويحه دي مع البصل واللحمه، سيبيها الاول تهدى شويه، غطيها هتفك معاكي، وشوحي بقى كويس جدا الباميه مع اللحمه مع البصل بجد. وحتى البسله كمان جربي الطريقه دي احسن ما تحطي الصلصه وبعد كده تسقطي الخضار، خصوصا الخضار المتفرز. هنا بقى نزلت على الصلصة في الحلة التانية نص الصلصة، وهنا هنزل ببقية الصلصة، بس قلت ايه انزل هنا الاول، لان كده كده اللوبيا خلاص هفضيها مش هتاخد اي سوا. انما هنا انا كنت مستنية اشوح البامية مع اللحمة، وهنزل برضو معلقة الصلصة كده من اللي هي في البرطمان هنا وهنا، برضو بتفرق قوي وبتدي لون حلو جدا. لكن طبعا لازم نحط صلصة من ايه، من ان احنا عاملينها طماطم فريش يعني، سواء انت فرزاها او هتضربيها في الخلاط ساعتها. اهي بقى بقيت كيس الصلصه بتاعي، حطيت نصه في الحله دي، وحطيته بقى بقيته ايه هنا كده. بس كده الباميه يعتبر معايا خلصت. هنحط لها بقى معلقه توم، قرنين فلفل، ملح، عشان طبعا كنتش لسه ملحت، كزبره، فلفل اسمر، البهارات بقى اللي انت بتحبيها في الباميه. بس اهم حاجتين بصوا بقى، حطيت كام قرن فلفل مشطشط كده، انا وكوكو بنحب الحاجه مشطشطه قوي، فايه حطينا بقى. لما ادم بيكون هياكل معانا في حاجه ما بنعرفش نحرقها، فهو ادم ايه الحمد لله ما بيحبش الباميه، فبنعرف نحرقها يعني براحتنا. بس كده. حطيت بقى معلقه توم اهو زي ما انتم شايفين، وكزبره. ما حبيتش اعمل طشه، انا ما بحبهاش بالطشه كده، بتبقى خفيفه. اكيد الطشه لها طعم تاني، بس الصراحه انا بحبها كده اخف يعني. والكزبره طبعا اهم حاجه. بس كده، واللوبيا سقطتها وخلصت اكلتنا. تعالوا بقى نشوفوا منظر الاكل بعد ما خلص. ادي بقى الرز واللوبيا، وادي الباميه خطيره باللحمه، وكمان عملت لهم عصير فراوله وصوبيا. دلعتهم اخر دلع. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتعملوا شير، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.